تعالوا نعمل صينية من أخف الصواني على قلب الكل، تعتبر كبير وصغير بيحبها. معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. أنا يعني جايباه لحمة حمرا وعاملاها فيها نسبة دهون قليل. هحط حوالي معلقتين زيت ومعلقة صغيرة أو نص معلقة كبيرة من الزبدة، وهبدأ يعني لونها يغير معايا كده. هروح هقول لكم هنحط عليها ايه دلوقتي. بصلايه متقطعه، طبعا احنا مفرزين البصل عشان ما تاخدش وقت مننا، وفص توم كبير كده حلو ومهروس، وحته يعني الفلفل السبايسي او هريسه شطه اختياري، لو انت حابه. لو مش بتحبوه بلاش ما تحطوهوش، بس بيديها طعم حلو قوي. وهصفط اللحمه يعني بعد ما لونها يغير هبدأ بقى ايه احيقها رشة بسيطة من السكر وعلى ملح وفلفل وبهارات لحم، بس كده بس كده. هبتدي بقى رشة بسيطة من السكر بتخليها تسرع بالسوى اللحمة وتخلي طعم الصينية حلو قوي. هديها بقى تشويحة كده وهخليها بقى اغطيها واسيبها ايه تستوي اللحمة براحتها. تمام كل حاجة. طيب التريك الشطة أو قرن الفلفل ممكن تقطعيه بدل هريسة الشطة. هريسة الشطة دي أنا كنت مفرزاها معاكم. عايزة تستغني عن أي حاجة بتحطها تمام. هنا دي حوالي نص طماطمية صغيرة بتديها طعم حلو قوي. أنا مفرزاها وبشراها يعني مقطعها صغير وشايلة القشر. تمام. بعد ما تيجي خلاص داخلة على السوا هحطها. معايا حوالي نص كوباية من الزبدة. تمام. هسيحها واحط يعني ربع الكمية ديت في قعر الصينية كده. هعمل بيها الصينية، هدهن بيها الصينية. انا عايزة شوية حلوين كده بحوالي معلقتين، وهي السمنة سايحة. وهقول لكم هحط على الباقي ايه. ومعايا لفة الجلاش، طبعا عرفتوا ايه اللي هنعمله. صينية جلاش باللحمة المفرومة، دي الكنج بتاع الاكلات وبتبقى طعمها خطير وسهله جدا. بالنسبه للبنات الصغننه اللي لسه بتبتدي سهله في عمايلها جدا، ما بتاخدش. انا هنا هشوف بس الصينيه هلاقي ورقه الجلاش كبيره، فهاخد مقاس الصينيه وهقطعها بالمقص. التركه بقى المهم، التركه المهمه فيها اللي ما اعتقدش حد قالها قبل كده. معاكي بخاخه ميه عاديه خالص من الحنفيه، على كل ورقتين تديها بخة ميه كده قبل ما تدهنيها بالسمنه. هقولك هنحط على السمنه ايه دلوقتي. تمام. حطي بقى بخة ميه على كل رق كده او كل ورقتين. وهقولك بعد ما تدهنيها، طبعا انا خدت هنا مقاس الصينيه، وهتجيبي المقص بقى تتعاملي مع الجلاش كده كأن ايه بقى حته قماشه. خدت مقاس الصينيه، هنقص على قد الصينيه بتاعتنا عشان ما نقعدش نطبق ونعمل ايه كل شويه كده نطبق في الورقه وتاخد معانا وقت. انا ببسطها عليكي تقدري تعملي بالطريقه اللي انت عايزاها. رشيت ميه، حطيت ورق الجلاش، رشيت ميه. تعالوا بقى اقول لكم هنحط ايه على السمنه. معلقتين حلوين كده من الزبادي، رشه بيكنج باودر حوالي ربع معلقه، رشه سكر، رشه ايه بقى شويه ملح، شويه فلفل اسمر، حاجه بسيطه كده، فلفل رشه بسيطه فلفل اسمر. قلبي بقى هتحسي بفوران كده. قلبي كويس الحاجات دي، قلبي بمضرب بفرشة بأي حاجة، المهم الحاجات دي تندمج مع بعضها. هي دلوقتي عشان دافية شوية، أنا كنت مسيحة الزبدة فتلاقيها إيه مكلكعة. هتلاقيها أول ما تبرد بقت معاكي مندمجة مع بعض قوي، زيها زي الزبدة المضروبة شوية. تمام. حطيتي رشة المية، هنجيب بقى اللي احنا قطعناه ده عشان نسوي الصينية. هنروح حاطين، ما تحطوش من الحرف من تحت ولا من فوق على الوش، حطيه في وسط الصينيه، في وسط الورق، يعني على اساس ما يباتش معاكي ومتكسر من تحت وتبقى الحته مفككه كده. هتحطي وهتفردي عليه ده كل ده. لا، مطرح ما احنا سوينا لفه الجلاش. لفه الجلاش دي حوالي 400 جرام، 450 معاكي لحد نص كيلو. تقدري تجيبيه من اللي هو السايب او الشركات عادي.
عادي خالص، بيبقى حلو برضه مش وحش. تمام. بس اللي هو عند بتاع الفطير بيبقى 500 جرام، نص كيلو، عادي هتتعمل معاكي، مش هتقول لا، عادي خالص. كل ورقتين هرش بخة مية من البخاخة بتاعتي، وهحط السمنة والخليط اللي احنا عملناه. في نص لفة الجلاش هنحط اللحمة. ليه ببخ المية دي؟ بتدي للجلاش، بتنقله في حتة تانية خالص، بتخليه معاكي جوسي وحقيقي زي الفطير. بتبقى مقرمشة من فوق، وهتشوفوا دلوقتي بعد ما يستوي، تحسي كده ان هو فطير. مش احنا عارفين الجلاش طبعا من الدقيق وكده، زي الرقاق الطري، بس رقيق شوية. مش لازم، في ناس مش بتحبه وانا منهم، ان ما بيحبوش البيض يتحط واللبن والخليط اللي بيتحط ده بديل. الخليط ده بديل اللبن والبيض. وفي ناس يعني بحس ان البيض بيستوي بعد ما بيبقى باين وفي ناس بتحط شوربة، بس بدل ما ترش كده تحطي معلقة شوربة على كل ورقتين، ترشرشيها كده او بفرشة. تمام. بس دي طريقة ودي طريقة. انتي يعني عايزة تعملي اللبن والبيض والخليط اللي بيعملوه، تمام. بس دي الطريقة دي انا شايفاها بتطلع حلوة جدا وطري، وبتخليه جوسي، وبيبقى طعمه احلى بكتير من البيض. ومش بحب، يعني انا من الناس اللي مش بحب زفرة البيض فيه. تمام كده. هتحسي بفرق كبير جدا، ورشة البيكنج باودر هتنفخه معاكي، ويبقى حلو وجوسي وطري وخطير. بجيب بعد ما برش مية على اخر بقى ورقتين، بروح حاطه بقى الخليط ده وادخله الفرن حرارة 180، الرف الوسطاني، احس ان استوى من تحت، افتح عليه الشواية. تمام. شايفين طلع بالشكل الجميل ده؟ بصي يعني هو مقرمش من فوق وطري من جوه وجوسي وخطير. تقدري تدي دهنة كده زبدة على الوش، هتدي وش لمعان، وتدي له طعامة. ولو زبدة بلدي يا سلام يا سلام، هتبقى خطير. تعالوا بقى نقطع. احنا طبعا مش هينفع ندوق. هنقطع حته وهوريها لكم من جوه، هوريها لكم جوسي طريه ومقرمشه من فوق قد ايه هو طعم وخطير. شايفين الجمال؟ هو طبعا لسه طالع من الفرن سخنه. هرجع واقولك بقدم محتوى سهل وبسيط. اتمنى تشجعيني، لايك، متابعه، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. بصي خطير، تحت وفوق مقرمش وطري جوسي، فطير. تحسي ان هو فطير كده على جلاش، حاجه كده في منتهى الجمال. حقيقي لو عملتيها مرة من غير بيض، للناس اللي ملهاش بتحس بزفارة البيض او البيض بيبقى باين مستوي، مش بتحب البيض على الجلاش، الطريقة دي خطيرة. شايفين القرمشة؟ شايفين؟ تحفة. والطعم حكاية. تقدري تعمليه بأي حشوة تعجبك، حشوة جبن، حشوة صدوق، أي حشوة تعجبك هيبقى ماشي معاكي. تقدري تعمليه في صينية مدورة وتبقى معاكي فطيرة خطيرة. تمام. بصي بقى، تقدري بعد كده ترشي بخة مية وتغطيه بقى لحد الغداء أو الفطار، تطلعيه تسخنيه في الفرن، بيبقى فطير. أتمنى يكون نال